الأرجنتين يقارنون بين التنظيم المحكم في المغرب والفوضى في الأرجنتين أثناء استقبال المنتخب. إذن مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم. مواقع التواصل الاجتماعي اهتزت بعد الاستقبال التاريخي الأسطوري الذي حظي به أسود الأطلس فور عودتهم إلى المملكة المغربية. لكن متابعي الكرام، نحن سوف نركز على الأرجنتين الذين كانوا ساخطين جدا على التنظيم الذي حظي به المنتخب الأرجنتيني فور عودته إلى الأرجنتين، وهو المتوج بكأس العالم، لأنه كانت هناك حالة من الفوضى، سوء التنظيم، يعني مجموعة من الأمور التي زادت من سخط الأرجنتينيين، خصوصا حينما شاهدوا التنظيم المحكم للاحتفالات في المغرب والاستقبال الذي حظي به أسود الأطلس في المغرب. وكما تعلمون مشاهدي الكرام، فقد بدأوا في المقارنة بين التنظيم الرائع المحكم الذي كان في المغرب وما بين الفوضى التي كانت في الأرجنتين. فهناك من كان يقفز على الحافلة، وهناك من كان يجري هنا وهناك، يعني حالة من الفوضى غير مسبوقة والتي كانت في الاستقبال الأرجنتيني. فالعديد من الشخصيات الأرجنتينية والعديد من الصحف الأرجنتينية نشرت صور الاستقبال في المغرب، وبدأت تضرب المثل بالمغرب والتنظيم الرائع الذي كان في استقبال أسود الأطلس. بطبيعة الحال هذا التنظيم لا يمكن أن يمر مرور الكرام دون أن نشكر سواء عناصر الأمن الوطني أو عناصر القوات المساعدة، يعني جميع المتدخلين الذين ساهموا في هذا التنظيم الرائع، والذي أصبح اليوم يضرب به المثل عالميا حتى في الأرجنتين التي توجت بكأس العالم. إذن مشاهدي الكرام، ما تشاهدونه أمامكم على الشاشة هي بضع أمثلة من التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضرب المثل بالتنظيم الرائع في المغرب وتقارنه بما حدث في الأرجنتين من فوضى وانعدام التنظيم. مشاهدي الكرام، شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.